السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على السجل الوطني للسكان. علاش خصنا نتقيدوا في السجل الوطني للسكان، واشنو هو السجل الوطني للسكان؟ السجل الوطني للسكان كيمكن لك انه يولي عندك واحد المعرف رقمي، كيولي عندك واحد النيميرو ديالك خاص بك. والسجل الوطني للسكان عبارة على احصاء كنسجلوا فيه على قبل الدعم، على قبل باش ناخذوا داك المعرف الرقمي ونسجلوا به في السجل الاجتماعي الموحد على قبل الدعم. يعني خصنا هاد السيت هو الاولاني، عاد ابخي نتقيدوا في السيت ديال السجل الاجتماعي الموحد ان شاء الله باذن الله. اذا بسم الله على بركه الله. كيف الحصول على هذا المعرف؟ اول حاجه كتملء الاستماره تسجيل مسبق عبر الانترنت، يعني كتسجل في هذا السجل الاجتماعي السجل الوطني للسكان هو الاولاني كتسجل فيه. دابا نوريكم كيفاش. من بعد ما تسجل فيه غادي تاخذ ديك الورقه وتامبريميها اللي من بعد ما تسجلتي فيه، وغتمشي للمقاطعه اللي طابع لها في السكن. في الاخر النتيجه هو ان غيولي عندنا واحد المعرف رقمي. يعني عرفنا اش غنديروا، يعني غنسجلوا في هذا السجل الوطني للسكان، في الاخر غنحصلوا على واحد الرقم معرف تيتسمى المعرف الرقمي. هذاك هو النتيجه من هذا السيت هذا كامل. مزيان. كيفاش تسجيل في هذا السيت هذا؟ تسجيل في هذا السيت هذا كالتالي. كتدخل لهنايا، تدير املاء طلب التسجيل. ما كدير املاء طلب التسجيل دير العربيه ماشي مشكل، العربيه. كتحط نيميرو التليفون ديالك، كطابي وكدير ارسل الرمز، كيوصلك واحد الكود كتدخلو كدير دخول. بعد ما كدير دخول تتوصل لهنايا، كدير اوافق على البيانات وهذا. ومن بعد كتعمل المعلومات، كتعمر هاد المعلومات الشخصيه. خليكم معنا. من بعد ما تتعمل المعلومات الشخصيه كاملين، السميه، الكنيه، تخصك لا كارت ناسيونال تكون قدامك وتتعمر. العنوان الشخصي فين انت ساكن دابا، كتختار الجهه اللي انت تابع ليها، تختار الجهه اللي تابع ليها وكتعمر لي زانفورماسيون فين انت ساكن دابا. هاد جماعي ولا فردي؟ فردي الا كان عندك دار ديالك ولا ساكن في دار عاديه. جماعي هو شي مبنى مثلا اقامات كذا الى غيره. وهنا كدير المعطيات التعريفيه صافي تجي عندها علاقه بلا كارت ناسيونال، كتدخل لي زانفورماسيون ديال لا كارت ناسيونال وداكشي. ومعلومات اضافيه. هنا فاش غنديروا هاد نيميرو التليفون، خص يكون نيميرو التليفون من الافضل يكون هاد التليفون عنده ان كونطرا ديالو، فيه واحد الكونطرا ديالو. علاش؟ حيت هاد النمره هادي خصها تبقى عندك. الناس خصهم كل واحد يكون عنده النمره ديالو خاصه به تبقى عنده ديما. ما عليناش. البريد الالكتروني ماشي اجباري، تقدروا ديروه ولا ما ديروش، ما عليناش. من بعد كدير مواصله. ابخي كيجيك لهنايا كدير تحميل ديال البطاقه الوطنيه، كتشدها، كتصورها، وكتدخل كتردها بي دي اف. الا بغيتو تعرفوا نوريكم واحد الفيديو ان شاء الله، ندير لكم كيفاش ترد التصويره ديالك ايماج البي دي اف. غندير لكم ان شاء الله فيديو باذن الله. كتحملها هنايا وكدير مواصله وكيخرج لك هاد الاستماره هادي. وغادي دير لها تحميل الملف بصيغه بي دي اف. فاش غادي لها تحميل الملف بصيغه بي دي اف، غادي تيليشارجيها وغادي تامبريميها. هي كيف تلاحظوا. وغادي تامبريميها وغادي تمشي ان شاء الله باذن الله للمقاطعه. كيف قلنا هنايا غتمشي للمقاطعه، ها هي غتمشي للمقاطعه وغادي تحط ها عندهم. غيطلبوا لك فوتوكوبي لاكارت، وغادي تشوف معاهم ديك الساعه الاجراءات اللي غادي تتبعها معاهم. تيقال لك باش نسهلوا هاد العمليه التسجيل، الحرص على الحضور شخصيا، المعني بالامر هو اللي يمشي. تحضر الوثائق الثبوتيه المطلوبه للتسجيل. بالنسبه للوثائق هي لاكارت ناسيونال، نسخه من سند الاقامه الا كان شي اجنبي، موجز رسم الولاده، عقد الازدياد، والوثائق المثبته للنيابه الشرعيه عندما يتعلق الامر بطالب القاصر او الرشيد، حتى الوصيه، يعني لابد تقيد الابن ديالك. مزيان. هادشي اللي كاين في هذا السيت هذا. النتيجه ديالو في الاخر من بعد ما تسجلوا فيه هو اننا غادي نحصلوا على المعرف الرقمي. هذاك المعرف الرقمي دابا نقول لك اشنو غادي نقدروا نديروا به في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.